يو برو، في الفيديو فاي باش نحكيو على دومين مهم على الاخر، انه هو دومين تطوير تطبيقات الهاتف الجوال. باش نشوفوا شنو الفرق بين النيتف والكروس بلاتفورم، علاش لازم نتعلموا المجال هذايا، والاهم هل انه الدومين هذايا بتاع ديفلوبمون موبيل مازال مطلوب في 2026 والا. في الوقت الحالي قبل ما تتعلم اي دومين لازم تسال روحك هل انه الدومين هذايا مطلوب في المارشي والا، خاصه مع الاي لازم تسالوا روحكم شباب السؤال هذايا، وجواب بكل وضوح اي نعم. دومين ديفلوبمون موبيل مازال مطلوب على الاخر وبقوة في 2026 وحتى في 2027. علاش؟ اليوم فماش يكون ما عندوش تليفون، حرفيا الناس كلها عندها تليفونات، الناس تخدم وتنشر وتتعلم وتتفرد من ليزابليكاسيون موبيل. شركات الكل ولات تحب تولي عندها اب، بنوك، مطاعم، اي كوميرس، فتنس، ديليفري، تعليم، حرفيا داخله في الدومينات الكل. الطلب قاعد يزيد خاطر كل خدمه تقريبا ولات لازمها موبايل اكسبيرينس تحفون على الاخر. توا باش تعديو البارتي اللي بعدها. شنو هو الفرق ما بين النيتف والكروس بلاتفورم وشنو ما هما من نصلوا يا دابا؟ به خلينا نفسرها بطريقه سهله ومبسطه على الاخر. النيتف معناها تعمل تطبيق لكل نظام وحده. اغلب الانظمه اللي نعرفهم عنا الاندرويد والاي او اس. الاي او اس اللي هو تبع الايفون والايباد ومشتقات الابل كالاخر. به بالنسبه للاندرويد لازم تتعلم لغه جافا والا الكوتلين. بالنسبه للاي او اس تتعلم السويفت، يعني تخدم بالتقنيه الرسميه متاع كل اوس. المميزات نتاعو سي نيتف هذايا احسن بيرفورمانس، احسن اكسس للهاردوير، كاميرا، بلوتوث، جي بي اس، لي كومبوزون بتاع التليفون الكل. اليو اي نتاعو يكون فخم على الاخر وتتبع نظام الهاتف. العيوب نتاع النيتف تخدم مرتين. بار اكزومبل اذا كان انت عندك مثال بيتزاريا وتحب تعمل ابليكاسيون البيتزاريا نتاعك، تجيب ديفلوبر يخدم اي او اس وديفلوبر يخدم اندرويد، واحد يعمل لك ابليكاسيون اندرويد والاخر يعمل لك اي او اس، وهذا يخليها يتكلف لك اكثر وقت واكثر فلوس. نجيو توا للكروس بلاتفورم. كروس بلاتفورم انا باش تكتب كود واحد ويخرج لك دي فيرسيون في نفس الوقت، فيرسيون الاندرويد وفيرسيون الاي او اس مع بعضهم في نفس الوقت. اشهرهم في الوقت الحالي هو الرياكت نيتف والفلاتر. وفما فريم ورك ما نتصورش كان برشا يعرفوها اللي هي زومرن، وهي تبع السي شارب تبع شركه مايكروسوفت. بالنسبه للفلاتر تبع شركه جوجل، وباش تتعلمها لازم تعلم قبلها لغه الدارت وبعدها تتعلم فريم ورك فلاتر. بالنسبه للرياكت نيتف مش تعلم جي اس اللي هي جافا سكريبت وبعد تعلم رياكت نيتف وهي تبع شركه فيسبوك. المميزات نتاعو اسرع في التطور، اقل كلفه، نفس تطبيق يخدم على برشا منصات. كيف ما قلنا تكتب كود واحد يخرج لك دي فيريسيون، وتنجم في مرحله ما تخدم فيريسيون ويب، لكن بعد كيف تولي ادفانسد الخدمه الويب باش تولي مشاكل باش تحل. عيوبه في بعض الحالات البرفورمانس اقل شويه من النيتف. ساعات تحتاج تربط ما بين النيتف مودلز وقت توصل لحاجات معقده، مثال اكسيل جي بي اس ولا حاجه بتاع التليفون، لازم وقتها تخدم تعمل حاجه اسمها بريدج تربط ما بين النيتف كود والكروس بلاتفورم. مانيش تعمق فيها الحكايه. شنو تختار اذا انت مبتدأ ولا تحب تدخل المارشي وتدخل فلوس باسرع وقت، ولا اذا كان انت تحب تولي فريلانس؟ ابدا برياكت نيتف ولا فلاتر. الكوميونيتي نتاعهم كبار على الاخر وممتازين برشا باش تبدا بها. اذا الهدف نتاعك تحب تخدم ابليكاسيون كبيره ولا تحب تخدم في شركات كبار وتحب تخدم في تيم كبير وتحب تخدم في ابليكاسيون بتاع جيمنج وحاجات بيرفورمانس قويه على الاخر، راو الناتيف يعطيك قوه كبيره على الاخر. بالنسبه لي انا قولها هكا، اذا كان حاجك بي في بي انت فريلانس ولا ستارت اب تبدا بالكروس بلاتفورم. اذا انت انتربريز كبير وبرفورمانس قويه وعندك ترافيك قوي على الاخر لازمك ناتيف ابليكاسيون. زيدا برشا شركات تخدم بالميكس، تخدم ناتيف وتخدم كروس بلاتفورم في نفس الوقت في نفس الابليكاسيون يخدم بهم الزوز. نتعداو للمرحله المهمه على الاخر. علاش لازم تتعلم ديفلوبمون موبيل في 2026؟ الفرص موجوده على الاخر، سواء ريموت في شركات في فريلانس. تنجم تبني البرودكت نتاعك اذا كان عندك فكره نتاع مشروع وتخرج ام في بي. شنو هي الام في بي؟ الام في بي باش نبسطها لكم بسرعه وتنجم تزيد تلوج عليها الكلمه وحدها. ام في بي معناها باش تعمل فيريسيون تاع ابليكاسيون باش تجرب بها المارشي نتاعك، معناها ماهيش الفيريسيون الاخرانيه. لازم تزيد تلوج عليها الكلمه. في الاخر فرق بين النيتف والكروس بلاتفورم. على الاخر النيتف اقوى في الاداء والكروس بلاتفورم اسرع واوفر. ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتصليوا على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيد الخلق. بيس.